هنعمل مع بعض طريقة القطايف في البيت من أول العجينة لحد الآخر خالص بطريقة سهلة وبسيطة، والمكونات كلها موجودة في كل بيت. هحتاج ايه من المكونات؟ هحتاج دقيق، هستخدم كوباية دقيق. اللي يحب يضاعف الكمية يضاعف باقي كميات المكونات. هجيب بولة أو طبق أحط فيها كوباية دقيق، هستخدم نشا، فانيليا، بيكنج باودر، خميرة فورية. هحط معلقة سكر، رشة ملح أو ربع معلقة ملح، هحط نص معلقة بيكنج باودر ورشة فانيليا ومعلقة نشا، وهنحط نص معلقة خميرة. هقلب كويس وبعدين هضيف المية. هحتاج الكوباية دي كوب ونص من المية. هفضل اقلب كويس جدا لحد ما الخليط يكون قوامه سائل. هفضل اقلب وازود مية. احط المية شوية بشوية عشان اقدر ان انا ادوب الدقيق في المية بشكل كويس ما يكونش فيه كلاكيع. ممكن بدل ما اقلب بايدي استخدم الخلاط، وممكن استخدم مضرب، لكن هي ان شاء الله بايدك هتتعمل كويس وهتطلع والدقيق هيدوب بشكل كويس. انا بس احاول ان انا احط المية شوية بشوية واقلب في اتجاه واحد. وكل ما الاقيها لسه محتاجة مية ازود مية. هسيبها ترتاح شوية واسخن طاسة وامسحها بنقطة زيت، وبعدين هصب شوية واعدلهم في الطاسة لحد ما تاخد الشكل الدائري. وبعدين لو انا هتأخر هاخد نص الكمية وهحطها في مكان برد شوية او في التلاجة لحد ما اخلص الكمية اللي معايا، وما احاولش ان انا كل ساعة اقلب فيه. ده بتكون على نار متوسطة، بتطلع شكلها كده من تحت وكده من فوق. الفقاقيع دي دليل على نجاحها. هجيب صينية واحط عليها فوطة او قطعة قماش وابدأ ارص عليها القطايف واحدة جنب واحدة. الفوطة او القماشة دي بتشد البخار اللي بيطلع من القطايف عشان هي لسه سخنة. بعد كل 6 أو 7 وحدات امسح الطاسة بنقطة زيت، منديل عليه نقطة زيت. طبعا هي ما شاء الله كلها هتطلع معانا ناجحة. هبدأ ارصها واكمل باقي الكمية كلها لحد ما اخلص كل الكمية بتاعتي. طبعا كل ما الاقي تحميرها مش كويس او بدأ ان هي حتت ما تحمرش كويس احط لها، امسح الطاسة بنقطة زيت. دلوقتي انا خلصت كل الكمية اللي معايا. ما شاء الله فيها فقاقيع كتير دليل على نجاحها. هنجيب الحشو بتاعي عبارة عن تمر مفصص شايلة منه النوى وزبيب وجوز هند وسوداني. بعضها هنعمله بزبيب وجوز هند وسوداني، والبعض التاني هنعمله بتمر. هنعمل نص الكمية بجوز هند وسوداني وزبيب ونصها هعمله بتمر. نحاول ان احنا نقفلها من الجنوب كويس علشان ما تتفكش معانا في الزيت، والمكونات بتاعتها تبهدل الزيت وتخلي شكلها من برا مش كويس. كده انا خلصت نص الكمية اللي هي بجوز هند وسوداني وزبيب. هبدأ في اللي بتمر.
بحاول اضغط من بره كويس علشان ما تتفكش زي ما قلت في الزيت، والمكونات بتاعتها تطلع بره الزيت. هخلص كل الكمية اللي معايا. هنلاقي اللي بنحط فيها تمر لونها غامق شوية، ده من التمر مفيش مشكلة. اهم حاجة اللي احنا نقفلها كويس جدا. هنخلص كل الكمية اللي معانا. نعمل دلوقتي السيرب، كوب من الماء وكوباية ونص سكر ونص عصير ليمونة ورشة فانيليا. الليمون والفانيليا في الآخر، الليمون قبل في نص دلوقتي هنعمل السيرب، كوب من المية كوب ونص سكر، ونسيبهم يغلوا مع بعض. بعدين نحط عصير نص ليمونة ونحط فانيليا في الآخر. نجيب طاسة فيها زيت غزير ونولع عليه. أول ما الزيت يسخن نبدأ نحط بقى واحدة بواحدة. دي اللي محطناش جواها حشو. هنبدأ نحطها في السيرب بتاعنا. دي هتكون اتصفت من الزيت، هنقلها في طبق أو أسيبها في المصفى وأجيب مصفى تانية وأحط فيها اللي أنا هطلعه من السيرب. هنحط الكمية كلها في السيرب، نسقيها بالشربات. طبعا اللي هيكون فيها تمر احنا نعرفها لوحدنا، هنلاقي لونها غامق شوية. واللي ما فيهاش حشو فهي احنا سايبينها مفتوحة. واللي فيها زبادي وجوز هند هنلاقيها لونها فاتح مش زي اللي فيها تمر، فيكونوا معروفين عن بعض ان شاء الله. هخلص الكمية كلها. ده اللي كان محطناش جواه حشو، وهبدأ ارصها في الطبق. اللي فيها جوز هند في جنب واللي فيها التمر في جنب لوحدها. ده شكل الطبق بعد ما خلصنا. هندوقها، طبعا مقرمشة جدا. جربوها مش هتندموا.